عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. اليوم باش نعملوا مع بعضنا ملاوي تونسيه خفيفه ومرقه تعمل 66 كيف بطريقه بسيطه وسهله برشا، اي سورتو انه ماناش باش نخلوها ترتاح. تابعوني لاخر الفيديو باش تعرفوا المكونات وطريقه التحضير. للتحضير الملاوي باش نستحقوا ال 500 جرام سميد رطب اللي هو لا سمول اكسترا فين، مهم برشا يلزمكم تستعملوا السميد اللي يكون رطب بالكل. وباش نزيدوا عليه كيلة فارينة، دونك 500 جرام فارينة، والفارينة يلزمها تكون مغربلة مليح مليح. وباش نستحقوا المغرفة كبيرة ملح، والملح يبقى ديما حسب الذوق. وباش نستحقوا للماء، والماء يلزم يكون سخون مليح مليح، دونك الماء يمكن ميزانكم على خاطر كل نوعية سميد كيفاش تشرب لكن باش نستحقوا ما بين 550 إلى 600 ملي ماء سخون. وباش نستحقوا زيت زيتونة وإلا زيت نباتي للتوريق. للتحضير الملاوي عملية سهلة وما فيها حتى شيء. ناخذ قاصعة كبيرة نصبوا فيها الفارينة ونزيدوا عليها الكيلة السميد، وكيف ما قلت لكم السميد راهو مهم برشا، لازم تستعملوا السميد الرطب بالكل. وباش نزيدوا عليه من الملح، ومن بعد باش نخلطوا المكونات كل مع بعضها بالكدا بالكدا باش هكاكا الفارينة تدخل بالباهي في السميد. بعد ما نتاكدوا بلي الفارينه والسميد تخلطوا مع بعضهم بالكدا بالكدا باش نبداو نزيدوا الماء بشوي بشوي. وكيف ما قلت لكم راهو مهم برشا يلزمكم تستعملوا الماء، والماء لازم يكون سخون بالكدا بالكدا. بالطبيعه ما يلزموش زاده يحرك في يديكم، لكن راهو يلزم يكون سخون على خاطرنا احنا ماناش باش نخلوا العجينه ترتاح، دونك هذاك علاش يلزمنا نستعملوا ماء سخون. والماء كيف ما قلت لكم في اول الفيديو عينكم ميزانكم على خاطر كل نوعيه سميد كيفاش تشرب. كميه الماء اللي استحقيت لها انا استحقيت بالضبط ل 600 مليلتر ماء سخون، وانتم بالطبيعه عينكم ميزانكم على خاطر كل نوعيه السميد كيفاش تشرب. دونك نبدو نزيدوا الماء بشوي بشوي لين نتحصلوا العجينه تكون طريه وتتلصق شوي في اليدين. من بعد ما تلمت معايا العجينه كيف ما تشوفوا الفيديو، دونك باش نحطها فوق من سطح العمل وباش نعجنها مليح مليح لمده 15 دقيقه كاملين. السر الثاني لنجاح الوصفه هو العجنان، يلزمكم تعجنوها بالكدا بالكدا لمده 15 دقيقه كاملين. وبالطبيعه اللي عندها العجانه تنجم تستعمل العجانه، راهو ماهوش باش يغير حتى شيء من الوصفه. ودوبا ما تحسوا باللي العجينه شاحت شويه من الماء يلزمكم تزيدوها الماء وتعجنوها بالكدا بالكدا لين تحصلوا العجينه تكون طريه بالباهي وتتلصق شويه في اليدين. باش تنجح معكم الوصفه وتجيكم الملاوي من بعد طريه ومورقه يلزمكم تعجنوها مليح مليح. اكثر ما تعجنوا العجينه اكثر ما من بعد الملاوي باش تجيكم طريه وناجحه وتطوعكم في الخدمه. دونك هذاك علاش ناكد عليكم يلزمكم تعجنوها بالكدا بالكدا على الاقل لمده 15 دقيقه كاملين، على خاطرنا من بعد ماناش باش نخلوا العجينه ترتاح. دونك هذاك علاش ناكد عليكم مره اخرى، وسامحوني اذا ديما نعاود في الكلام، يلزمكم تعجنوا العجينه بالكدا بالكدا لين تحصلوا على القوام هذا. العجينه لازمها تكون طريه بالباهي وتتلصق شويه في اليدين. اذا العجينه نتاعتكم تبدا متماسكه ويابسه شويه راهي ماهيش باش تنجح معكم الملاوي، وتجيكم من بعد الملاوي ماهيش مورقه وزاده تجيكم يابسه. دونك مهم برشا يلزمكم تعجنوها بالكدا بالكدا، والعجينه لازمها تكون طريه وتتلصق كيف من هكا بالضبط. ومن بعد ما تكملوا تعجنوا العجينه ديريكتومون تقسموها الى قطع. لهنا انا باش نقسمها الى 7 قطع، وانتم بالطبيعه اذا تحبوا على يعني الملاوي تجيكم اصغر قسموها الى 10 قطع. ومن بعد ما تقسموا العجينه كعبروها ديريكتومون، دونك تقرصوها ديريكتومون كيف ما تشوفوا هكا في الفيديو. دونك عمليه سهله واضحه وما فيها حتى شيء. الحق العجينه كيف ما تشوفوا ما شاء الله تبارك الله راهي طريه ومطوعتني في الخدمه ما شاء الله. بالحق اللي مش مستانس طيب يعني يعجن العجينه تملاوي بالطريقه هذه يجربها المره هذه ويتفكرني على خاطره ماهوش باش يندم. لهنا بعد ما شكلت الكعبه الاول دونك دهنت البلون طرافاي بشويه زيت باش هكاك العجينه ما تلصقش في فوق من سطح العمل، ونكمل نكعبر الكميل كل اللي عندي بنفس الطريقه. بعد ما كملت شكلت الكعبات الكل اللي عندي، ملاحظه مهمه برشا يلزمكم تغموهم بالباهي بالزيت باش هكاك العجينه ما تشيحش وما تعملش هكا القشره الفوقانيه اللي تبدا خايبه. دونك مهم برشا يلزمكم تغموهم بالباهي بالزيت، ومن بعد يلزمكم تغطوهم ببلاستيك غذائي والا بمنديله تكون نظيفه. ومن بعد باش نتعدوا نشكلوا الكعبات الملاوي. دونك باش نبدو باول كعبه يعني قرصناها، دونك اول كعبه كعبرناها وباش نحلوها لين تولي ترانسبارونت. ويلزمنا ديما نعاونوا رواحنا بشويه زيت باش هكاك العجينه ما تتقطعش ويعني وتتحل بسهوله. وكيف ما تشوفوا ما شاء الله تبارك الله العجينه راهي باش تطوعكم راهي طريه ما شاء الله تعمل 66 كيف. بالحق اللي مش مستانس يعجن العجينه الملاوي بالطريقه هذه يجربها المره هذه ويتفكرني راهو ماهوش باش يندم. دونك تحلوا العجينه بالباهي كيف ما تشوفوا في الفيديو بالضبط، عمليه سهله وواضحه ويلزمها تحلوها لين تولي ترانسبارونت. وكيف ما قلت لكم يلزمكم ديما
ديما تدهنوها بالزيت باش هكاك من بعد الملاوي تجيكم طريه ومورقه. بعد ما كملت حليتها دونك لين ولات ترانسبارونت باش نطويها على 4 وديما نزيد لها زيت يعني ما بين كل ما نطويها دونك نزيد لها شويه زيت. دونك هذا الكعبه الاولى بعد ما كملت شكلتها كيف ما تشوفوا. دونك عمليه سهله وما فيها شيء. باش نكمل نشكل معاكم كعبه اخرى باش هكاك تفهموا بالباهي العمليه. دونك نحلوها على شكل دائره لين تولي ترانسبارونت ومن بعد باش نطويوها على 4 وديما يلزمنا نزيدوا لها الزيت باش هكاك الملاوي تجينا من بعد طريه ومورقه. لهنا بعد ما كملت شكلت الكعبات الكل اللي عندي باش نبدي نحل دونك الملاوي نتاعي. باش نبدي باول كعبه بديت بها مهم برشا يلزمكم ديما تبدوا باول كعبه بديتوا بها وباش نحلوها دونك على شكل كاري. ملاحظه مهمه برشا ما تنسوش باش تحطوا المقله تسخن والا الطاجين اللي طيبوا فيه على الاقل ربع ساعه قبل. دونك يلزمكم ديما تسخنوا الطاجين نتاعكم بالباهي قبل ما تحطوا فيه كعبه الملاوي. لهنا كيف ما تشوفوا دونك مش لازم باش تحلوها بالزيت على خاطرها هي ديجا مغمومه وفصلها برشا زيت. دونك باش تطوعكم العجينه وماهيش باش تعذبكم في الحلال. كيف تحلوا كعبه الملاوي مش لازم باش تخلوها يعني رقيقه برشا والا خشينه برشا. دونك حلوها بالسمك هذا يعني راهو يجيب الباهي. على خاطر كان تخلوها خشينه راهي باش تجيكم من بعد الملاوي معجنه وما تجيكمش مورقه. واذا تحلوها رقيقه برشا راهي باش تجيكم من بعد يابسه وماهيش مورقه. بعد ما حليت كعبه ملاوي باش نهزها ونطيبها في طاجين سخون من قبل سخون بالباهي وباش نطيبوها على نار متوسطه. كيف ما تشوفوا راني ديما اول كعبه تجيني معوجه كيف من هكاك. دونك حاولوا استووا الكعبه الملاوي باش هكاك تبقى الشكل نتاعها كاري. الحقيقه انا ديما راي اول كعبه تجيني معوجه ما فهمتش علاش. اسكو انتم كيفي والا لا خلوا لي في تعليق. ومن بعد يلزمكم تقلبوها ديريكتومون يعني بعد ما تشوفوها شاحت شوي يلزمكم تقلبوها ما تخلوهاش تطيب من الوجه هذاك. دونك تبقوا ديما تقلبوا فيها للشيرات الكل لين تطيب بالباهي وتحمر من الشيرات الكل بالباهي. دونك راهو مهم برشا يلزمكم طيبوها على نار متوسطه باش هكاك تاخذ حقها في التشاب وتجيكم من بعد الملاوي مورقه وطيبه وطريه وسورتو ما تجيكمش يابسه. دونك مهم برشا ديما الملاوي طيبوها في طاجين سخون وعلى نار متوسطه. ملاحظه صغيره ما تنسوش باش تحطوا بحذاكم صحن وفي وسطه منديله باش هكاك دوبا ما كعبه ملاوي طيب تحطها في وسط المنديله وتغطوها باش هكاك تبقى الملاوي طريه وما تيبسش. وهذه كعبة الملاوي بعد ما طابت كيف ما تشوفوا فيها طابت في حقها باش نحطها في وسط المنديله ونغطي عليها بالباهي باش هكاك ما تشيحش وباش نطيب معاكم كعبه ثانيه. وكيف ما تشوفوا الكعبه الثانيه ما تعوجتش دونك باش نحاول نستويها هكايا نكمل نحلها بالباهي باش تبقى ديما كاري. اما المهم اني ما جاتنيش معوجه كيف الكعبه الاولانيه. وباش نقلبها ونكمل نطيبها بنفس الطريقه اللي سبق وشفتوها. دونك نبقوا ديما نقلبوا فيها لين تطيب بالباهي من الشيرات الكل. وهذوما كعبات الملاوي متاعي حضروا كيف ما تشوفوا ما شاء الله تبارك الله طابوا في حقهم جو خفاف بنان مورقين يعملوا 66 كيف نودكم ولا نشهيكم. تنجموا تحضروهم لفطور الصباح والا للعشيه والا حتى باش تعملوا بهم ساندويتشات ملاوي. بالحق راهي وصفه ناجحه ومضمونه 100%. جربوها وتفكروني. لهنا حبيت نوريكم عن قرب باش هكاك تشوفوا كعبه الملاوي كيفاش مورقه وكيفاش طريه. بالحق راهي وصفه ناجحه ومضمونه 100%. جربوها وتفكروني. واذا عجبتكم وصفه اليوم ما تنسوش باش تشجعوني باللي جيم ولي كومنتير وتعملوا بارطاج الفيديو. تو بقى لي كان باش نقول لكم بالسلامه.